السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا جماعة رمضان ما يحلاش غير بالحلويات، والنهاردة جبنا كده لفة جلاش ما شاء الله اللهم بارك. عايزين طبعا نعملها بطريقة اقتصادية وموفرة في السمنة طبعا والمكسرات. النهاردة هتعملي لنا ايه يا شوشو؟ هنعمل النهاردة احلى طريقة واسهل طريقة لعمايل الجلاش. هنعمل النهاردة يا جماعة المكشكشة. جبنا طبعا لفة الجلاش كده وخرطناها زي ما تكوني بتخرطي خضرة بالظبط. بصوا يا جماعة انا قطعتها طبعا كده تخرطيها، عايزاها كده شرايح صغيرة خالص ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده. والله يا جماعة جربوا الطريقة دي، سهلة جدا جدا، في 5 دقايق بالظبط هتكون معاكي صينية الجلاش جاهزة، ومش هتكلف معانا حاجة ولا بتستهلك كمان سمنة. زي ما انتم شايفين انا قطعتها كده خرز صغيرة اكنك بتخرطي خضرة بالظبط. ومعانا طبعا كده 3 معالق السمنة بالظبط، يعني بصوا يا جماعة 3 معالق بالظبط سمنة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وكل سنة وانتم طيبين وبخير. هنجيب طبعا الصينية كده وهنحط فيها حبة سمنة، وهنرش كده معلقتين سمنة فوق اللي احنا خرطناه اللي هو الجلاش المتخرط معانا. دي يا جماعة في الاخر هتطلع معانا المكشكشة بس عن طريقة اختكم شوشو. وادي حطينا كده شوية سمنة بقى صغيرين، يعني 3 4 معالق كده من السمنة السايحة، هنحطها كده على الجلاش بتاعنا. وبعد كده هناخد الجلاش اللي احنا عملناه بالسمنة هنحطه في الصينية بتاعتنا اللي احنا دهنينها سمنة. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهون. هنرص بقى كده الجلاش معانا في الصينية بتاعتنا ما شاء الله. الطريقة دي بتوفر معاكي السمنة وبتوفر معاكي المكسرات. لو ما عندكيش مكسرات مش لازم، ولو ما عندكيش سمنة يا دوبك 3 معالق بالظبط من السمنة هتعملي احلى صينية مكشكشة ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا وشفا. بص بقى هندوس كده عليها كويس جدا جدا عشان خاطر طبعا تستوي معانا كويس. حطي كده الجلاش واضغطي عليه. طبعا خلاص كده خلصناها. هنجيب بقى السمنة اللي باقية مننا، هنسقي بقى الوش كله كده، اسقي بقى الوش بالسمنة الباقية كلها. انا يا جماعة حاطة 3 معالق والله العظيم بالظبط من السمنة. رش بقى اللي معاكي كله كده على وش الجلاش بتاعنا عشان طبعا الوش بتاعنا يحمر. بسم الله ما شاء الله. لو وصلت الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسيش اختك شوشو في اللايك الجميل وتعليقكم اللي بيحفزني، وجربوا الطريقه واكتبوا لي في الكومنتات مين جربها ومين طلعت معاها حلوه. ادي معانا السمنه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، وهنحطها طبعا في الفرن. الفرن يا جماعه ما بتاخدش بالظبط 10 دقايق، يعني تاخدوا بالكم لان ما بتاخدش سوا خالص. ومعانا كده كوبايتين طبعا من الشربات بتاعنا. انا بصراحه قبل رمضان كده بعمل حله شربات وخليها جاهزه. اول ما بتطلعي الجلاش على طول بتسقيه طبعا. يا دوبك هي خدت مني كده من كوبايتين من الجلاش بتاعنا من العصير الشربات بتاعنا اهوت. ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا يا جماعه شكلها عامله ازاي. دي كده اسمها المكشكشه عن طريقه اختكم شوشو حبيبتكم. ويا رب النهارده الفيديو يعجبكم، ويا رب طريقتي النهارده تعجبكم. بصوا بقى معايا كده شويه مكسرات، شويه فول سوداني، شويه زبيب. ما عندكيش ما تحطيش، يعني والله عادي خالص، حتى لو ما حطيش هتبقى جميله جدا جدا جدا. انا طبعا جايبه كده السوداني وفرماه على الخلاط وحاطه في قلبيه حبه سكر، ومعانا السوداني هو حصى وشويه زبيب. وزي ما قلت لكم اوفر طريقه لعمايل الجلاش المكشكشه بتاعتنا. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، وما تنسونوش في اللايك. ورمضان كريم.